إخوان، السلام عليكم. شنو بان لكم في أداء المنتخب المغربي اليوم الأقل من 17 سنة في كأس العالم المقامة بقطر أمام المنتخب الياباني؟ هناك أسباب في هزيمة المنتخب المغربي أقل من 17 سنة، ومن بين هذه الأسباب ديال الهزيمة أول شيء هو أن جميع اللاعبين ديال المنتخب المغربي غرقوا في اللعب الفردي، وغرقوا في المراوغات، وغرقوا في الفرديات أكثر من الجماعة. لعبوا اللعب فردي أكثر من هو لعب جماعي. واش ما كاينش خطة ديال المدرب؟ واش ما كاينش مدرب يتكلم معاه؟ الله أعلم. ثاني حاجة أن الخطوط ديال المنتخب المغربي هما خطوط متباعدة جدا. كل خط، الخط الدفاع متباعد عن خط الوسط، متباعد عن خط الهجوم. وشنا أن المنتخب المغربي غرق في اللعب اللي تيكون اللعب المباشر من الدفاع للهجوم. ما كاينش وسط الميدان اللي غيديريجي اللعب، اللي غيشد هذيك الموسيقار ديال اللعب، عكس هذاك الشيء اللي كنا تنشوفوه في كاس افريقيا مني كان في المغرب اللي فازوا به. حاجه اخرى، ان المنتخب المغربي تبين لنا ان فيزيكمون منتخب اللي هو ناقص. واش نظرا لكثرة المباريات الاستعدادية اللي لعبوا تقريبا 6 ديال المباريات وكان عليهم ضغط وجاو مباشرة لكأس العالم؟ الله أعلم. اليوم هذاك المنتخب اللي شناه في كأس إفريقيا الأقل من 17 سنة وربحوها ما كانش نهائيا، رغم أن المنتخب الياباني منتخب في المتناول، ماشي شي منتخب اللي هو قوي، ماشي هو شي منتخب. فاز علينا بهدفين لصفر أيضا، واليوم كررها بهدفين لصفر وأخطأ. وكانوا عندنا محاولات اللي كنا نسجلوا منه ونكونوا خرجوا رابحين. فعندي شك أن المنتخب المغربي والأداء ديال المنتخب المغربي غادي يتبدل في المباريات الجاية إن شاء الله مع السيد نبيل باها، وغيكون الأداء أحسن. فنتمنوا من الله أنه يكون الأداء أحسن في المقابلات الجاية ديال كاليدونيا وديال البرتغال اللي غتكون المقابلات الثانية. فنتمنوا من الله أن يتبدل الأداء ونفوزوا في المباراة ونتأهلوا للدور الثاني.